كتير مننا معاه ادوات تحليل البيانات، مش بس كده ده محترف باستخدامها كمان، بس الاقليه مننا اللي بيعرف يناغم الادوات دي مع بعض بحيث انها تشتغل لحسابه. عشان كده قررت اعمل لحضراتكم الفيديو ده، هنتعلم فيه ازاي ندخل الداتا الثلاث ادوات تحليل البيانات الرئيسيه الاكسل والكويري والبي اي، بحيث نعمل تناغم ما بينهم في انها تطلع لنا داشبورد كامله ومظبوطه. محتاج ان انا ادخل بالداتا دي على الباور كويري عشان نظبط التايب بتاعت كل عمود. يعني مثلا التايب ده انا عايزه يكون تكست بس، وده تكست، وعايز التايب ده يكون عبارة عن ارقام. فهنضطر ان احنا ناخد الادوات دي على الكويري. فانت بالشكل ده وانت واقف هتروح على الكويري كده، ممكن هنا فإيديت، او ممكن تدوس هنا دبل كليك. فاحنا جاب لي ان النص ده تكست وده تكست وده تكست وده ديت، تمام، اتعرف عليه ان هو ديت. احنا عندنا مشكله هنا، وهي ان الاماونت هنا اي بي سي يعني تكست. تشينج تايب انها تكون ديسيمال نمبر بالشكل ده كده، بليس كام. بالشكل ده لما جيت تعملها جاب لي انها هتيرور، لان الداتا اصلا داخله عباره عن نصوص. فاحنا هنلغي الكلام ده كله. فانت عشان تعدل العمود ده قدامك تراكين او طريقين تمشي فيهم. اول حاجه انت ممكن تعمل سبليت كولوم، فهتشيل علامه الدولار دي وتخليها في عمود لوحده، وتخلي الارقام في عمود لوحده، وهو تلقائيا هيتعرف عليها. يعني ازاي؟ مثلا سبليت كولوم باي ديليمتر، هو هيتعرف طبعا على الديليمتر، جاب هنا علامه الدولار ان هي تبقى الديليمتر، تمام، وجا فصل ده وخلى الاماونت هنا بالرقم بس. في تراك تاني نمشي فيه، اللي هو انت هتعمل ريبليس فاليو، هتستبدل قيمة الدولار دي بولا حاجة. يعني هتقول له كده ريبليس فاليو قيمة الدولار بولا حاجة بس. بالشكل ده كده هو جابها انها تكون اماونت. من هنا بقى تغير ديسيمل، جابها ان هي تكون ارقام بس. بالشكل ده كده انت تعتبر ظبطت ده. طب ده نعرف نغيره بالظبط كده. جيت انت غيرت كل حاجة من هنا، الديت هنا اتغير وبقى تاريخ، فاحنا هنخليه ديت بالشكل ده كده، وهتعمل كلوز اند لوب. الداتا اتظبطت هنا، تمام، بالشكل ده كده. ومن هنا تعمل سيف للداتا دي.